هذه المكرونه اللي تشتريها من البقاله تقدر تسوي فيها ألذ وصفه في حياتك ب 3 ريال بس. تعال اعلمكم هذه الوصفه. واه حلو والله بالعوين. اول شيء عشان نبدا وصفتنا اليوم عندي هنا مكرونه سباجيتي، سلقتها بمويه وملح وزيت على نار متوسطه لمده 7 دقائق. ونجيب القطاعه وحبه جزر. يا حلو يا اللي ريحتك مثل القمر لا تنسى لاكل فول. خلص 2 مليون في اسرع وقت، ترى ما بقى لنا شيء بليز. يلا لاكل فول لا تبخل علينا يا اخي. ونقطع الجزر بالطول بهذا الشكل، ونقطعها على شرايح رفيعه زي كذا زي كذا زي كذا لين ما تصير معنا زي كذا. وبعد ما قطعنا الجزر نجيب الغاز وننزل الطاوه، وفي الطاوه بنزل صدور الدجاج مقطع على شرايح، ونبهر صدور الدجاج رشه ملح، فلفل اسود، ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، وزنجبيل باودر، وبهارات مشكله، واخر شيء رشه خفيفه لطيفه من الهيل. شغلت الغاز درجه حراره متوسطه وميكس ميكس ميكس. حطيت في القاع شويه مويه بدون اي زيت. وعلى بال ما يستوي معنا الدجاج صحن، وفي الصحن 3 ملعقة كبيره من الكاتشب، وفوق الكاتشب ثوم مهروس، فصين ثوم مهروس تقريبا، وفنجان صغير من العسل. يا عسل لا تنسى اللايك والفولو يا حلو يا عسل. خلص 2 مليون اسرع وقت، ترى ما بقى شيء. شوفه قاعد تنقط يا حلو يا عسل. يلا اعطيني لايك وفولو قبل لا تطيح. وملعقه كبيره من الصويا صوص، وميكس ميكس لين يتمازج الصوص ويصير معنا بهذا القوام. وبعد ما الصوص صار جاهز معنا نرجع للدجاج وننزل فلفل بارد مقطع على شرايح بهذا الشكل. تنويه للدجاج ضفنا شويه مويه علشان يستوي معانا، مويه قليله، وكل ما خفت المويه نزودها بهذا الشكل. وننزل جزر قطعناه فوق بهذا الشكل. واخر شيء ننزل الصوص ونخليها تتسبك على نار منخفضه لمده 5 دقائق بس. وبعد 5 دقائق صارت جاهزه معانا. نضيف المكرونه سباجيتي وميكس لين السباجيتي تتغطس بالصوص. وهذه النهايه. هذه ألذ وصفه مكرونه سباجيتي ممكن تسويها في حياتك. لذيذه وسهله وسريعه وخفيفه لطيفه وجوسي. جربوها وبالعافيه عليكم.